بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر الجزيل للنجمين الكابتن عادل الملا. قبل أيام مرت ذكرى 28 لفوز منتخبنا الوطني بخليج 11. هو كان واحد من أبطالها، وإلى جواره الكابتن مشعل عبد الله أبو عبود. كان حديثا جميلا قبل خاتمة مباريات هذه الجولة رقم 8 برسم مواجهات دوري نجوم QMB قطر هنا في مواجهة الخور. مباراة من الزمن الجميل في استاد عبد الله بن خليفة في الدحيل تجمع بين الفريقين في الجولة الحالية لبطولة الدوري. في خاتمة المواجهات هناك مباراة أخرى في ذات التوقيت تقام بين الغرافة والأهلي، مواجهة الاقتراب من الصدارة قليلا تحت السد المتصدر برصيد 22 نقطة. قبل هذه المواجهة كايكي اللاعب السابق لنادي قطر سجل هدف من ركلة جزاء لمصلال على جاري الاخراطيات، وبالتالي جعل الخور حاليا هو المتواجد في مؤخرة الترتيب لدوري نجوم للموسم الحالي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد نادي قطر حاليا عام 99. وحتى هذه اللحظة هناك دروغالز 33 محمد سالم الربيعي بالرقم 2 لهذه المواجهة ضد الخور. اوكوبوتو يلعب الكرة خلف المدافعين، فاضل يمر البلايلي، لكن الكرة عادت إلى أنتوني اوكوبوتو يتصدى. بابا جبريل ما زالت قائمة، وصلت الكرة حامد اسماعيل يشوت، الله! برت اليسندر ملكي في الزاوية الأخرى هو اللي كسر التسلل. التمريرة ما أتت بشكل مطلوب ليوسف البلايلي ابن الجزائر ابن رائد غرب وهران الليلة، منتظر منه الكثير مثلما أعاد الروح فاز دوس سانتوس مدافع فريق نادي الخور. البلايلي بالكعب، يا سلام على نقلات التونسي بالتأكيد. الإضافة الكبرى عادت إليه من جديد، يا الله! الكرة الماضية غيابها غير عن كل الغياب لأنه يقوم بأداء أدوار دفاعية رائعة. علي كريمي إلى البلايلي والتغطية حاضرة في كوبياشي اللاعب الياباني. يرتدون ألوان نادي FC طوكيو، النادي الحاضر الذي كان حاضر في الأيام من الغرافة. صحيح سجل 3 لكن الخسارة كانت بالستة. قاسم الماضي على مستوى دوري أبطال آسيا لمسابقة الشرق هنا في الدوحة. هنا كانت محاولة تقدم للبلايلي، روبرت ألكسندر ملكي الذي بالرأس. تدخل صفحته في ويكيبيديا راح تشوف كل انواع الالقاب للاعب كره في من خلال الجولات الحاليه. تقطع الكره من علي كريمي القادم من الاستقلال، المرور للبلايلي، البلايلي ينطلق، البلايلي يمر يصل الى منطقه الجزاء، يتدخل دوس سانتوس يكسب الكره الى البلايلي. خلاص بس حركه واحده للبلايلي يستطيع المرور من خلال يمر من الثاني، يتدخل رافائيل فاز دوس سانتوس ويقطع الكره ويتحصل على ركله مرمى. قبل الممتد الخور ترى ممكن التعديل، لعبة الكرة لبلايلي مع الكرة لبلايلي، أنتوني اوكوبوتو داخل منطقة الجزاء، اوكوبوتو عكسية، الله! قدة انت الملك، قطراوي من قدك، قطراوي من قدك. حامد اسماعيل يتقدم للملك بأول أهداف المباراة. شوف الأداء، كل لمسة كل لعبة فنية تأتي من البلايلي ابتداء ومن ثم بهذه الطريقة. موع الفاضل حطها حامد، يتقدم لقطر بأول أهداف المباراة. الله الله الله! الملك يتقدم بأول الأهداف في هذه المواجهة. حامد إسماعيل المتألق دائما يذكر على مستوى مسيرة العنابي 63 مباراة دولية فيها هدف واحد من أجمل ما سجل في كأس آسيا 2019، الهدف الرابع في شباك المنتخب الإماراتي. حامد إسماعيل البلايلي بين 4 يسعى للخروج، يحافظ على الكرة، تقطع حكم مرة يقول ما فيها شيء. وسط في التنظيم على مستوى أرضية الملعب في انتظار الانتقالات الشتوية وقدوم المغربي إسماعيل حداد، لاعب مميز قادم بأداء الهجمات دائما. شوف المرور دائما، السلاسة عند هذا الفتى الجزائري بالتأكيد أكثر السعداء. مع بغداد بنجاح كان ثنائي رائع في مصر حين تألق الخضر في إحراز اللقب الأفريقي الثاني. البلايلي يستلم يوسف البلايلي، الخطورة قد تكون حاضرة بالنسبة للجزائري، يمر من الأول يمر من الثاني يمر إلى اوكوبوتو في تواجد هلال ينجح في اصطياد الكرة. نادي قطر أليكس جالفيش يلعب الكرة عالية داخل المنطقة بالرأس وأحمر الأصفر، لأن الغرافة كذلك قدم عطاءات ممتازة في الجولة الماضية. هجوم عبر الجهة اليسرى، حامد إلى داخل المنطقة، يوسف البلايلي، يوسف يحاول الخروج في ظل وجود لاعبين ضد
فاضل ما لعبها بالشكل المطلوب، لكن بلايلي عاد ليستعيد الكرة. بلايلي يحاول مرور كوبياشي، ينطلق بالكرة. لاعب متميز من الأندية، ما كان لاعب ثابت في الكثير من الأندية بالنسبة لي اليوم. تلعب الكرة عبر الجهة اليمنى، تسديد أول هدف من غير ركلة جزاء من بعيد. نعم هذا هو الملك الجديد، لأن طلتك هيبة كما هيبة ملك الله. الكينج الجديد ينال تحية المشجعين بصاروخ في شباك الحارس بابا جبريل. يا سلام يا بلايلي، يسجل هدف جديد بذكرياته مع الترجي، بذكرياته مع الخضر في استاد القاهرة، يعيد تسديداته الرائعة هنا. الإيراني يهاجم، علي كريمي يمرر خطيرة لبلايلي عبر الجهة اليمنى، لا تستطيع التكهن بما المدرجات يعرفون بأنها أخطر نتيجة 2-0، وياما شاهدنا مباريات في عالم كرة القدم تغيرت فيها النتيجة من 2-0 وتحولت إلى خسارة. أوكوبو تعيد الكرة للخلف لحمد إسماعيل، حيث صال وجال، ركنية لصالح قطر. تحية جماهير الملك اللي لعبت الكرة بالراس. آخر 2-0 لقطر. برونو قالوا من مكان هذا في كمين تعليق وشاهده يجري عملية الإحماء مع المعد البدني في انتظار ما سيصدر عنه قرار محمد المزيد. أظن محمد المزيد بيروح يتأكد بالنفس، أنا أتوقع. خلنا نشوف. ضربة جزاء، ضربة جزاء، نعم ما يحتاج يتأكد من نفسه. اوريدي حامد السبيعي وطالب لصالح نادي قطر قبل نهاية شوط المباراة الأول. يوسف البلايلي من أجل ثنائية، من أجل ثلاثية الأهداف بالنسبة للملك في مواجهة الخور. يوسف البلايلي ضد بابا جبريل. بابا جبريل ما زال بالكعب، أبعدت الكرة في نهاية المطاف، ضاع الخطر، أضاع. بالنسبة لجماهير نادي قطر، جماهير نادي الخور بالتأكيد يعني رأت فيها قد تكون فرصة تصدي بابا جبريل. نعم لم تعد ركلة الجزاء، وفي نهاية المطاف محمد مزيد. ولدينا أحمد فاضل ليلى، خاصة عمر عمادي مهمته إغلاق المساحات أمام فيتفا. كرة وصلت لبلايلي الخطير، البلايلي مع روبرت ملكي، البلايلي يمر يخترق يمرر الكرة من بابا جبريل. قد كان في تغيير، بيكون اللاعب الشاب أحمد فاضل أو الفاضل يعيد الكرة إلى الخلف. ماشي، وأنس الفاضل لعبت الكرة خلف المدافعين. هذا في المرتدات ما يرحم، هذا بالمرتدات خطير، هذا بالمرتدات ممكن يسوي كل شيء لبلايلي، لكن روبرت مالو في المقدمة عن فريق على مستوى تسجيل. الملكي أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. اللاعب اللي بدأ مع فريق سيريانسكا إيمي لبلايلي. فاضل خطيرة بالنسبة لقطر، ممكن ثلاثة. لبلايلي حط جول. قالوها في الأمثال، يبقى الكبير كبير. هذا المثل ينقال بس للملك لا غير، بس للملك الليلة. هذا هو الملك، This is King. هو البلايلي. شوف الكرة الماضية بداها البلايلي ثم إلى فاضل، أنهى البلايلي. شوف التوقيت المناسب لفاضل وحطها تشيب من فوق بابا جبريل، ينجح في إحراز الهدف الثالث لمصلحة نادي قطر. ثلاثية الملك الليلة من خلال أرضية ملعب عبد الله بن خليفة في الإدحال. يتألق الملك اليوم، ليلة صفراء تسر العاشق القطراوي من خلال هذه المواجهة. يا سلام عليك يا البلايلي، يا سلام عليك يا البلايلي، خلص كل الكلام الليلة. يوسف البلايلي المتألق، هذا الجزائري القادم. هذا الوفي، هذا الوفي الحاضر في المدرجات، يرفع قميص الملك بناصر المشجع الكبير القطراوي. السيد إبراهيم الرئيسي حاضر في المدرجات مع عشاق نادي قطر.